في أجواء احتفالية مليئة بالذكر وفي ليلة رمضانية بمسجد سيدي عبد الجبار التيجاني بمقر الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي، التقت الوفود العلمائية الزائرة من دول عموم إفريقيا ودول عربية للجزائر وللزاوية التيجانية. الاحتفالية تميزت بتكريم طالبات خاتمات لكتاب الله من المدرسة التيجانية القرآنية الخاصة بالتلميذات. وأنا فخورة جدا لأني ختمت كتاب الله تعالى، وهذا شيء جيد أنك تعمله في الدنيا والآخرة لأنك تلقى به ربك إن شاء الله. اليوم نعمة كبيرة من عند ربي ختم القرآن. ختمت القرآن اليوم، فخورة جدا، أهدي هذا الفوز الكريم لأمي وأبي. كما كرم بالمناسبة عدد من علماء وأساتذة من دول عربية وإفريقية على مساهمتهم في إلقاء دروس ومواعظ بمساجد الأغواط وغيرها بمناسبة الشهر الكريم. نشكر سيدنا الخليفة العام والسادة في ولاية الأغواط جميعا ودولة الجزائر وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، أشكرهم جميعا على هذا البرنامج، ونتمنى أن يوسعوا، لأن أمر الدعوة هو دائما يحتاج إلى التوسعة حتى تتوحد كلمة الإسلام والمسلمين. من الأوراد التي تتلى في هذه الطريقة جذورها كلها من الكتاب ومن السنة، ونشكر الخليفة على هذه الوقفة العظيمة، ونشكر كل الجزائر عموما، ونخص بشكر السيد الرئيس أصالة عن نفسي ونيابة عن الوفد الكريم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على حضور هذه المناسبة وعلى هذا التكريم الذي يدل على الاهتمام بالأمور الدينية ويدل على الأصالة ويدل على عمق هذه الطريقة. وبحضور الخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ علي بن العربي التيجاني والسلطات الولائية للأغواط، تم تكريم أمير إمارة كانو بجمهورية نيجيريا الاتحادية أمينو أدو بايرو، الذي قدم في زيارة خاصة لمقر الخلافة العامة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. مناسبة عظيمة وأنا أحضر بمقر الخلافة العامة للطريقة التيجانية بعين ماضي، وأنا فخور كذلك للاستقبال والتكريم بفضل رجال الجزائر. طلبوا ربي ان شاء الله يوفقنا ويوفقكم لما يحب ويرضاه، وان شاء الله ويعجلنا ان شاء الله دائما الزاويه التيجانيه عامره بالشكر والذكر وتعليم القران. نشكر الله سبحانه عز وجل، ونشكر الناس اللي لبت لنا الدعوه وجات حضرت معنا في هذا الشهر المبارك. وتزامنت هذه الاحتفاليه كذلك بمناسبه غزوه بدر الكبرى للتذكير بمآثر هذه المعركه الخالده في تاريخ الاسلام الحنيف.